بالفيديو تصريح خطير من أسطورة كوت ديفوار ديدي دروغبا يفاجئ به المنتخب المغربي قبل مباراته مع جنوب إفريقيا، ويصفع مدرب جنوب إفريقيا والكاف بسبب المغرب. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تحب المنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا تعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. قبل مواجهة المنتخب المغربي ومنتخب جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم لإفريقيا، فقد دخل على الخط أسطورة كوت ديفوار ديدي دروغبا وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الإيفوارية منذ قليل، وقال: يجب علينا كإيفواريين أن نشكر المنتخب المغربي الذي أحيا آمال الإيفواريين في هذه البطولة بعد تغلبه على زامبيا. فنحن كنا خارج هذه البطولة بنسبة 100%، ولكن يرجع الفضل للمنتخب المغربي في تأهلنا لثمن النهائي، ونحن كإيفواريين جميعنا سنقف خلف المنتخب المغربي في مباراته الهامة أمام منتخب جنوب إفريقيا. فهناك البعض يهاجم المنتخب المغربي ويسخر منه كمدرب جنوب إفريقيا الذي لم تعجبني تصريحاته عن المنتخب المغربي، وتكلم بتكبر واستفزاز عن المنتخب المغربي، وقال أننا من حققنا الفوز عليه بعد كأس العالم. فأنا أعتقد أن المنتخب المغربي سينال من جنوب إفريقيا في ثمن النهائي، وأنا أدعو الإيفواريين لتشجيع المنتخب المغربي في مباراته القادمة ضد جنوب إفريقيا.